هلا والله يا جماعة، اليوم بنتكلم عن الممرضة السودانية اللي هاجموا عليها كل السودانيين. ليش؟ مو عشان يبهدلونها، لا، عشان يدعموها. تخيلوا معي يا جماعة، في ممرضة سودانية في يوم من الأيام كانت بتشتغل في المستشفى في الاي سي يو اللي هو حق الحالات الحرجة وهالسوالف. بس المستشفى اللي هي كانت شغالة فيها للأسف كان عندها ايش؟ نقص في الستاف، يعني نقص في الموظفين أو في الأطباء في المستشفى عندها في هذاك الوقت بالضبط. وقت هي كانت مشغولة مع أكثر من مريض من هني ومن هني ومن هني ومن هني، إلا هذاك الطفل من بعيد يتخنق بشيء، يعني يتخنق بشيء ويموت، يتشردق ويموت. المهم أهل الطفل عملوا قضية على المستشفى. المستشفى عملت الغلط على مين؟ على الممرضة. الممرضة السودانية دخلت السجن بغرامة 800 ألف درهم عشان تطلع من السجن. الخير في أقل من 24 ساعة، في أقل من 10 ساعات المبلغ اكتمل. الله أكبر، الله أكبر. تخيل، شوفوا السودانيين كيف بيقفوا مع السودانيين، شوفوا السودانيين كيف كريمين عطوفين لطيفين حنينين. بعدين ما يجي واحد راسه مربع يقول السوداني بلدنا جاته الحرب، عشان احنا حنينين وقلبنا طيب. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فينا. اتمنى لكل الناس الموجودين في السعودية انهم يتواصلوا معاها، يشوفوها لو محتاجة اي شيء، لانه يمكن هي تكون دافعة مثلا ربع المبلغ بفلوسها، او مثلا انها تكون طلعوها من المستشفى. فانا ما بعرف كيف وضعها، فاتمنى يعني مدام انا صانعة محتوى احس انه انا لازم اتكلم عن هذا الموضوع، يعني انا لازم انشر عن هذا الموضوع. وشكرا لكل اللي ما قصر، فيديو، كلام، تعليق، فلوس، ارسال. يعطيكم الف عافية والله يا سودانيين، انا فخورة اني انا سودانية.